سريع لان الحين من شفت الجمهور الجزائري في الملعب، تذكرت بعد جمهور الريان. بتكلم على الجمهورين. اول شيء الجمهور الريان فريقهم في المركز الاخير وزعلانين ومعصبين حمسانين وينتقدون، ومع ذلك الكبار وصغار وعيالهم حاضرين وكأنهم أصحاب البطولة. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله لا يغير عليهم. هذا الشيء يحسب حق منه؟ يحسب للجمهور العاشق. الناس صابرين على فريقهم، واتذكر هم نفسهم كانوا مع الريان في الدرجة الثانية، وكانوا مع الريان في الدرجة الأولى، وهم نفسهم اللي زعلوا على فريقهم، وهم نفسهم اللي فرحوا مع فريقهم وفرحوا لأجل أن فريقهم خد الدوري. فحقيقة واحد فخور أن يحط السكارف ويحط التيشيرت ولابسه ورايح في الملعب ولا مفتكر. دعم كبير. وهذا الشيء اللي احنا من شوي كنا نقوله، أن هذا الجمهور يستحق أنه يفرح، يستحق أن احنا نوقف معاه، بس لا أكثر ولا أقل. في الجانب الآخر أمس شفنا الجماهير الأرجنتينية حاضرة ومآزرة وبقوة مع نادي الوكرة، اللي سووا ولفة جميلة أو تحالف حلو بين جمهور الوكرة اللي أيضا حاضر ويآزر ويشجع فريقه بقوة، وصار حتى مع الجالية الأرجنتينية اللي مكونين رابطة الأرجنتين حاليا في قطر. فشفنا في جمهور ممتع. الجمهور تعرف جمهور كرة القدم اللي يشجع واللي يآزر واللي يدعم فريقه. اللاعب رقم 12 قمنا نشوفهم في الملعب، وهذا شيء إيجابي يشكر عليه فريق الوكرة ومن يقوم على الوكرة والأجهزة كلها. حقيقة قبل الوكرة نادي الشمال أيضا زوجة لاعب قدرت أنها تجمع اللاعب ناني. نعم. قدرت أنها تجمع رابطة الأرجنتين في الملعب يآزرون ويشجعون. والحلو حتى أمس في الوكرة وفي الشمال بعد ما تخلص أمس، أنا في لقطة وايد حلوة من أسفك ما حطيتها، كرتون جابوه من غرفة الملابس، قالوا حق اللعيبة وزعوا على الجمهور، لأن حتى اللاعب استشعر بأهميته في الملعب. كانت واضحة. صح، كانت واضحة. صحيح. في تعرف اللي في كيمياء صار بين الجمهور وبين اللاعب. فهذا الشيء اللي احنا نفتقده دائما في ملاعبنا. احنا ترى على فكرة يا الربع والله، يعني أنا عندي أجمل ملاعب، ترتيبات، انترتينمنت، كل شيء، عندي لعيبة، عندي أندية. الجمهور هو اللي يحلي هالموضوع كامل. متى ما تواجد الجمهور بتشوفون في منافسة، في قوة، في لعب. حرام اليوم إذا احنا نقول عن نادي الريان أو جمهور الريان أكبر جمهور في قطر هو والعربي عشان ما يزعلون العربوية. هذا لازم أشوفهم فوق. يمكن في أخطاء، كل إنسان يعمل يخطئ، كل إدارة تخطئ، الشركات يخطئون، الإنسان خطاء في حياته طبيعي. لكن مش غلط إن احنا ندعم. ما أقول ادعموا والله نادي على حساب نادي، ولا وقفوا مع هالنادي عشان خاطر جمهوره، ولكن التعاون حلو. نتعاون، تعال ايش ناقصك؟ والله ناقصني كذا 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 كذا، بنتساعد. خبراء النادي، رجال النادي، الموقف اللي صار من يومين امس ولا اول امس، كل وجهاء النادي كانوا موجودين، وهذا الشيء يدعم الاداره الحاليه. يعني شفت لما يقول لك الجمعيه العموميه تحجب الثقه عن الاداره الفلانيه، احنا شفنا وكأن في جمعيه عموميه صار في ملعب الريان، في تدريب الريان، وكأن تجديد الثقه في اداره الريان. حضور الجمهور اليوم يعني وكأن مؤازره للريان. الان باقي ان هذا الفريق ينهض كالاسد. هو اسد، احنا نقول عنه فريق الاسد، لازم ينهض. وبنروح الى الجمهور الجزائري اللي شفناه اليوم في مباراة الغرافة والسد. ما شاء الله تبارك الرحمن. تدرون كم لاعب جزائري اليوم؟ الجزائريين هم نفسهم اليوم مختلفين، يشجعون من؟ يشجعون الغرافة ولا يشجعون السد؟ لأن أنا عندي 5 لعيبة جزائريين يلعبون اليوم في نادي السد ونادي الغرافة. فحلو لما أنا أشوف الجمهور، وحلو لما أنا أشوف العلاقة هذه. أنا ما أخليها مع الجمهور، هذه العلاقة أنا أبني عليها. سمعتوا لما يقول لك أنا فزت وأنا ربحت وأنا وصلت إلى مستوى معين من الامتياز؟ في مكتسبات. المكتسبات هذه أنا شلون أحافظ عليها بل أزيدها؟ هذه المكتسبات الجمهور اليوم، شلون إحنا نحافظ على التواجد الجماهيري في الملعب؟ تفضل.